خارج التغطية. تقلق ترجع تضحك هونها تهون مو بنفسك وابتسم والجو على ذوقك والحال خارج التغطية. أنا أبدأ لك. حبايبنا الملوك من ريف اليمن الجميل، اليوم بنعلمكم طريقة جديدة في طباخة الفول المدمس مدخن على حطب. طرحت لكم المقادير تحت بالوصف، وتذكروا دائما انه سر الطعام اللذيذ يجي على نار هادئة. اي حد عنده اي طبخة يشتهي نعمل له هي يكتب لي بالتعليقات، ولا تنسوش تعملوا الاشتراك وتفعيل الجرس علشان يوصلكم كل جديد. حبايبي صباح الخير. يا صباح الحب يا عم حمادي، حياك. عيني هريسة. ايش شيبه؟ هديتوا لي الصبح شوارمع. شوف بتلاقيها هنا ولا هنا؟ شكرا. عفوا. ثم الطبخ حقك ملأنت المواقع باثميك بوراك اليمن. طبخي جنب عظمة كتاباتك ما يسواش بصلة يا ملك الكتابة. انت عارف القرية كلها تدور من اللي كتب الفيلم، ما يدوروش هريسة زي ما يدوروا اللي كتب الفيلم. تسلم في هادتك وسام على صدري حبيبي. طبخت لنا فول؟ لا. فاصوليا؟ لا. فول مدمس مدخن على حطب يا ملك الكتابة. وملك النقرس كمان. ايوه فعلا انت ملك غير الكل. انت داري ليش؟ ليه؟ النقرس هذا ايش اسمه؟ اسمه داء الملوك، ودائما هذا المرض ما يجيش الا للملوك ولا الاحفاد الملوك، ما يجيش للناس العاديين. فعلا، او سلالة الملوك، والدليل انه يجي لي من غير ما اكل لحمه، من الفول فقط. هي جينات اصيله يا ملك الاصايل. تسلم انت عاد صديق لي حبيبي. بص ولا نغص.
رياضة من غير سكرين ما تعملش. متى وانت هنا؟ من ساعات ما فلت. ايوه جهزت الصبوح. نزل الصبوح يلا. أي صبوح؟ أنا فنان معي 25 عمل. الصبح من هذا الصبوح. فين اللحمة؟ فين الكبدة؟ فين الباستا الكريسبي؟ اللازانيا؟ قال لك الصبح فول. اسمعني، الفول هذا بيرزم البطن والغداء يتأخر، واحنا ضروري نصور 20 مشهد، الوقت يحلى علينا. وبعدين انت قلت لي اهم شيء الرسالة الفنية، ما الباقي طز. ترجع تتقمص الشخصية حكاك، اشتي واشتي 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 من كل حاجة. ما أبغى هذا. انتوا قد بغيتوا على النعمة، انا داري. انا ما تشتي قولي لي، تشتي ترتاب الفول. أبغى عيش توست. ها، التست موجود، الفول وضكه، وهذا العيش، وانا ما بنقول من اول. لا مرة مو هذا. عيف التست يا حمود، يجي مقطع يا حمود. مقطع؟ قصدك روتي مقطع؟ يعني الروتي هذا لازم نقطعه. نقطعه ولا تهمو شيء. ها إيش؟ هذا أطفال الروتي، يعني ولادي صغير. أنا أكل لحالي 20 قرص. تدري بكم اشتري القراء علي ولأمي وأخي؟ بكم؟ ب1200. واشتري زيهم للعشاء. كم صاروا ذونا؟ 2400 ريال. تطلع نهاية الشهر حق روتي إذا تغدينا رز ومطفاية 72,000 ريال. نص الراتب قرح إيجار والنص الثاني روتي. هيا شفتوا على معانا؟ شفتوا على معانا من أجل الروتي؟ وانت جاي تطلعي علي؟ أنا أقول لش كلي من ديه، ومضمون ضمانه إنه يتقطع في البطن ما يقعد ولا حاجة. اليوم راح آكل هذا، بكرة أبغى عيش أسمر وبيضتين مسلوقة لأني مسوية دايت. علي ولا يهمش بكرة. وأنا والكل نشتي. كل الحاصل أنت ما قد وقعت العقد. لو ما هي الدلعومة. عيب تقارن نفسك بأنثى. أنت رجال، كل أي حاجة وخلاص، خليك وحث. حمود، من بكرة الصبوح يكون بيض مو فول. علي بص ولا ما احناش عارفين عليك تمشي ساعة سرق. ايش تروح تمثل؟ ايوه ان شاء الله راح امثل، لانه معي دور بطولة. قلت تسخن وعمل لي قاعد عشان اسرح وانا مستعد. بص يعجبنا طموحك، انا عشتوك انا ضيع كاكيشان. عمل له هنا السقطة، لفتين بالهواء وزبطة بالرجل. لا لك صلع يصرع بك فازع، مو من لقطتين بالهواء من لفتين بالرجل. الفيلم حقنا فيلم عن كفار قريش، لا بينش حركاته بنادين. يا وليد الأكشن موجود من أيام الديناصورات، بس أنت عندك مشكلة فرحان. ما هي؟ مشكلتك إنك تتابع أفلام هندي بس. الممثل الشاطر يأخذ من كل مدرسة قليل. والله ما أنتش بسيط يا فازع، ما شاء الله عليك. الموهبة هليه، بس لو قلنا كلنا نمثل بيعيش بعيش كريم. رقمنا باب الدرج. لا ما رقمت باب الدرج، ايش تخرجي؟ نشتغل على القهال أمه هون. الواحد صاحبين بعد ما يتزوج خلاص وخلي في له واحد واثنين اقرأ على نفسه الفاتحة. الله ما شاء الله عليك يا فازع، أنت إنسان مكافح. وعد يا فازع، لما أقع مخرج كبير إننا حرام لأعمل لك فيلم وثائقي عن حياة كفاحك. حياة كفاح فازع من المهد إلى أن أصبح ينازع. فحين اشتري مني سكرين علشان نعمل قصاع حليب القهال. شرب قهالك حليب صناعي؟ ها خلي بنتك تكون ترضع هون. ها معاه بيش؟ كم معاه بيش؟ هذا تحافظ على جسمي. الجسم قو خارب من بيته هون. كلا دوناك. كلا مع نعمال. أكيل بوشة من حق البقر، بوشة ولا من هذه العصارة. سمعت؟ حسد ما يشاء. هذا يأيدني. ما شاء الله. يلا صبوح يا ماي هيرو. سمعت؟ ماي هيرو عشان ماي هيرو ولا ادي لك من حق البير؟ معي بالترموس. ما بالترموس. ما شاء الله عليك. فرحان، ماي هيرو معناته بطلي. انت بطلي يا فرحان. انا بطلي. نقول لك يلا وخليك من فازع وكلامه البارد يا بطلي. بطلك بطل تماما.
من الحين قسكوين ندلعاك؟ من الحين قسكوين ندلعاك؟ من الحين من بعد ما وقعت عقد الفيلم. فيلم أننا وقعت بطولة ساستلم الأجور بعد العشيقة على ما يهيرو ولا ما يبارد. نرجع لنفس العادات القديمة والتقاليد القديمة. والله إني رحمت لك حالك. هيا اسمع، أنا شندي لك واحد سكريبت وبرد على قلبك. ما معيش بياس يا فازع. شله مني بلاش. هيا زيد ادي واحد اللي ما يهيرو مسرور. أنا أقول لك هات حقي لك. ما يهيرو ما يهيرو ولا ما يبارد. فرحان يا بطلي يلا باقي يا والله طعفرت بالشاهي. سهل اكتب شارك نشتغل. اكتب ها الصباح ما بشحات. تفضل، قلنا ندلعك بس ما حد يدري من الطاقم تفعل لي مشاكل. تفضل جبنه. ليش خذها من الممنوعات الزحمة؟ الممنوعات باخذها مش قوبن. مش من الممنوعات، بس قال لك نغيرهم الفوق، نغير الفوق. طيب وانا من اللي كل هذا كلهم يشتوا ياكلوا جبن، كلهم يشتوا جبن. اليك اكتب بسرعه. اصطبح تدلعنا بقوبن. تستاهل اكثر يا مخرج، انت مخرج قلنا ندلعك. شوف يا حمود، الطاقة مش تغذية زي الناس. هذه مين؟ هذه مهرة المنتج، ده عملك. مش تقتل احنا فول وبيض وبطاط ومدري ايش، سوء هضم، بكتيريا، الامراض كلها، الواحد يمشي بحق سوء الهضم زي البيقر نطرحه. يا اخي انا تصيح فوق المنتج عيب، انا صيحت فوق المخرج ولا عملت شيء؟ لا. شوف طلعوا كلهم منافسين يا اخي، كلهم طلعوا منافسين، يشتوا غير جبن يشتوا كذا، ولا من اللي يا اخي ما يصلحش يا اخي تخسرونا، عيب. مين عمل ذا الحين؟ مين نسوي؟ ندي لكم كل فول ما له شيء والله ينزل. من بكره بنبدا نمشي المشاهد الصغيره. لما تدور العقله حق الكاميرا بعدين بنرجع المشاهد الثقيله. ويحسك عينك يا حمود، اسمعك تصيح بالميكروفون اقسم بالله بخنقك. يا اخي نشين قومهم نزعزعهم، الميزانيه ما تكفي، منين ندي لهم فلوس كل يوم صرفه؟ يعني لما الواحد يقيم شميت بالقريه كلها دور على خيمه قيمهم على نفر. يا اخي عيب عليك تقول طابر حق مدرسه، وبعدين يعني طول الليل حمادي، وبعدين يجي النامس، وبعدين تقوم انت اصحاب التطعيم تدوق بي. يا اخي عيب. النامس علي مالك؟ علي النامس. اعرف ان انا اجيب اثنين تواير اعد اعلق لك تاير هنا وتاير هنا، والدخان يطلع وما يبقى ولا ما يبقى ولا نسي داخل الخيمه. متى بتفكر بالعيد؟ في بيرابو تسعفنا كل يومين، بتروح تحرك لي تواير ليش مظاهره؟ وش دخل التاير فين الربو حقك؟ التاير بلاستيك. وبعدين شوف عشان تفهم كلمه، انا علشان صحتك انت ولا ما انا والف النامس، لا يضرني لا النامسي ولا يجي لي حتى حمى الضنك. يجعل لك الضنك يا حمود، يجعل لك الضنك ان شاء الله. السلام عليكم. ورحمة الله. يا ركبي. يا ركبي يا ايش رايك بهذا المعز؟ خيوطه من اندونيسيا، صنع على ايادي وصابيه. شوفوا الله، شوف على مكياج يجنن. خذها اشتري لمرتك، برجع مرتك ولا نانسي عقرم نامسك. شوفوا معي لك سيارة همر 8 بسطن توديك من قرية الجمال. انت شيخ في به، لا باب موسى، الناس كانت تعمل لك سلام بس لا عينه سنة لما تكبر. ما تشتيش. الله، اشتري هذا الدبدوب لمرتك بمناسبة عيد الحب،
حبيب فالنتاين. شوف يا اخي ضحك قبل الضيق. ما عاد نفكر بالكماليات، كان بيش تفكر؟ نفكر بلقمة العيش ولو خبز يابس على ما من البير. هي اللي ما عندهم ما ياكلوا وانت تخرجي لي تبدو بأحمر ومكياج واشياء ما نفكر فيها حتى في الاحلام. ها خذ هذه. ما اشحت منك. ومن قال لك انك تشحت مني؟ مقابل ايش؟ مقابل انك علمتني درس كنت غافلة عنه. خذه واعتبره سلف ورجعي لي. روح اشتري اكل لعيالك. هابي فالنتاين. الناس محتاجة عيد للفقراء والمساكين. حمود، ها مخرجنا العظيم. افعل بروفات الممثلين على النصوص. بروف الحبوب إلا إبر. حبوب بوقاك، اقول لك بروفات على نص حوارات تقول لي برمنين. ولا يهمك ناهي لا صحيح يا أخي، أنا المنتج قلت لك لا أكون صحيح فوقي. وبعدين ما يهمك لا أتعلم البروفات وأشوف الأداء، ويمكن ما تجي قد عملت مشهدين قدوا من حال الظهر. والله انت بروح يا حمود. تروح؟ خلاص يلا عادي، وانا عاد اخلي لك كلمة اكشن لك. ايوه انت تتعب قوي. خاطرك انا بمزح معك لا صدق شو انت خلاص هذا كل واحد يمزح معك لا يكون صدق خاطرك. هذا انت صبح خلاص يلا. عم شديد السلام عليكم. وعليكم السلام. هيا مو باككات الصروع وبقاش. يا عم شديد منتظر اللي حنس طولة الليل لليوم الصبح، شيقي ما قشر الآن. يا سلام عليكم. هيا شفت لو كنت عملت تكة من زمان فاتحنا وفرنا نص الكسب. بس عاد أنا ما كملتلكش باقة الهدرة يا عم شديد. ما باقي من هدرة. أقول لك بعد ما تأكدت إن الحنش مش يجيش دخلت الحمام أقل من دقيقة، أخرج وقد مو كسبة ميت. كسبة مو؟ كسبة ميت. ميت مخصوم قيمته من مشقايتك وبقاش. بس كذا ظلم يا عم شديد، حرام عليك. أنا عملت اللي عليه وزيادة، تركت مرتي تسمر بالبيت لحاله ورحت تسمر عند الكسب حقك. وأنا مو ذنبي كل يوم يموت عليها كسبة وأنت المسؤول عن حمايته. طيب ايش رايك يا عم شديد نوزعهن لاصحاب القريه لا روح المرحومه امك الله يرحمه بزمن امسك الحنش. المرحومه امي الله يرحمها مات الا مره واحده مش تموت مرتين، وبعدها تشاهوني بالزنا والحابس لان قاهم مشكين من موضوع اللحمه. ما انا لحتبس اعترف بكل حاجه. ها ومنو شي يحب يساكوا عمك شديد. ولو تخصم قيمه الكسب من راتبي والله لا اعترف بكل حاجه وقايل له يا عم شديد. تهددنا ما بقاش. وانت تشينا طول عمري اشقي مع الحناش. كلامك صدق. ده الحين كيف ادفنيه؟ لا ما تدفنيش، ابدا خلص الجلد حقه وبعدها ادفني. لما تشغل عقلك يا عم شديد تضيعنا بالهشكه. يا حبيبة قلبي وروحي ونفسي وفؤادي وعمري، كم مرة أقول لش أول ما يخلصوا بناء الوحدة السكنية أنزلكم عندي على طول. تمام نشتري مصاري. طيب تمام بس الراتب بقى يتأخر. لو يتأخر الراتب بصير لي أنت. أين أروح له؟ هم الآن منتظرين علشان يستقر الدولار وبعدين يصرفوا على طول. منهم؟ ناجي المنظمة اللي اسمعي أنا بفهمش بعدين. جيبي لي الكتاكيت أكلمهم اشتقت لهم. حبيبي بابا كيف حالك؟ يا بابا أنا سرنجة. شرنقة هيا يا شرنقة هيا أنا فدالك ألبس. كيف حالك؟ أنا كبسولة يا كيف أنت؟ كبسولة قلبي يا هلا أنا فدالك يا كبسولة. يا بابا أنا فراشة الله طيب اسمعوا أنا الآن مشغول معي عمل بتصل لكم بعدين. يلا مع السلامة. الله يسامحك يا نبيل هشكة، ما جت تغطية حقه إلا تحت السرير.
الو. أنبولة تبكي زعلتها للمه كلمت أخوانها كلهم وهي مع طيب جيبيها. بابا. أنبولة قلبي، أنبولة الفؤاد والروح حبيبي، كيف حالش؟ أنا كبسولة. كبسولة قلبي مش وقتكم ذا الحين شغلتوني. جبتوا لي الجنان. مالك يا ناجي؟ صدري يوقعني. باش بتحسي؟ أحس بلهيب. لهيب الشوق. الله يرحمه محمد سعد كان أسطورة. الله يرحمه. وندش يرحمني بالعلاج ولا أروح عند أم ريحان؟ عند العجوز. العجوز هذه ما صدقت نفسها أنها استلمت دبلوم طبي. اسمعي يا حبيبي، أنتوا ناس يعجبكم تروحوا عند الذي يبيع لكم كلام ونسيتوا الأهم من العلاج. الفلوس. لا يا غبي، الدقة في التشخيص، والفضل هذا يعود للأنين المغناطيسي. الله قال لي رواس. صدق وأنا مثلك أحس بوجع في راسي وحرقة في صدري، حتى عيوني توجعني. أنا الحمد لله ما بيش وقع بالعيون، إلا الآن قال لي وقع بالعيون، كان سيقتني. هذا اسمه قانون الجذب الصحي. الكذب الصحي؟ الجذب الصحي يا غبي ينص على أن الجسم البشري يستجيب ويتفاعل مع أي عضو مرضي يسمعه. طبعا هذا القانون لا يوجد إلا مع العظماء أمثالي. كم لك مصاب؟ بإيش؟ قانون الصرف الصحي هذا. ايوه كيفك يا بطل؟ الحمد لله. خبرني العصير تخرجته بعد ما خرجنا الا كسلت الطلب. كنسلته انا والعصير على سنين. اسرعي يا سعاد، جهزي الشمس تطلع عموديه وبعدين وقفت تصير، ما بالله اسرعي. ما تتحمسش، الموت اسرع. الموت اسرع؟ خلاص خذي راحتش ولو تجهزي لليل، واذا القمر عمودي لا تزعلي. كيف المعنويات؟ مرة خربانة. مرة خربانة للمه؟ في اشياء تخوف في البيت، واصحى الصباح نفسيتي مرة مزبلة حتى يسألهم سعاد. هي تقول إنها تشوف حاجة، بصراحة نحن ولا شفنا أي حاجة، بس هي تقول إنها تشعر بهم يعني. ما تشعري يا بنت؟ طاقة شريرة. غلقي الطاقة وأنا ضامن ليش ترقدي. في قصدي دونة. هذا محل بيع ايس كريم أنا أعرفه. لا هذا كيك كذا مدور الدونة. يعني جد تسمع الناس كامل إنه البنت توهم جيم بداخل البيت؟ يعني الجن يفلتوا مشاكلهم وأعمالهم ويجوا عند هريسة يتصوروا، يجوا عندش يتصوروا عشان ياخذون السيلفي. ما قلت لك يا خالة ما راح يصدق. قلت ليش تعوذ بي من الشيطان وابعد الوسواس وقراي قراء وارقدي. خلاص قد جاهز. جاهز؟ فعليه نقة. أيوة هانا الحين عندي نصور. يعني المطالبة بأبسط حقوقك كفنان تسميها مشارعة؟ هذه مطابزة ما هي مطالبة، ولا تزعل مني. احترم نفسك، احترم نفسك. أنا درست 4 سنين فن علشان أجي أتشارع وأجي أعمل الحركات هذه. احترم نفسك أنت مع منتج. إيش درست؟ أنا درست فن تشكيلي. وأنا أقول ليش بدي تحسني وهدرة واصل. درست فن تشكيلي يبكي لك يا عيني يا علي. لا أقول لك أنا فنان، أنا فنان. فين الميك اب ارتست تبعي؟ فين الاسيستنت؟ فين المساعد واللبيس؟ أنا فاهم اللغز هذا كله، كنت درستها سنين. هي اسمعني، هذيك في الخيمة واحدة ملعوز عدتيها لك. أنا داري بهذا الحركات وراعي ليها، عاد تشكرني، عاد تقول روح الله حمود. امشي بس وأنا عاد أجي بعدك. يلا. لا الاسيستنت داخل؟ موجود. أيوة يلا. يا أستاذ يا أستاذ. حمادي هي ما قد معانا. نمو هريسة تأخرها. ما دخل أنتو هريسة راعيها وقع. طيب ما تخليش هريسة تتأخر. شيلها لك راعيني أنا. السلام عليكم. وبالذات هريسة. وما شاء الله ما هي وبنت الصراحة اليوم مرة كشخة. عجبك؟ مرة تجنن. خلاص يعرفك اليوم بس انت بدل من هذا الدلع، وعادك بس تشمي حق القطر حرام تقنني عليها. اسمه جنة النعيم شمي. ضروري بعد الحلاوة زيف. مو تعمل يا مجنون؟ عشان مين العطر مو عمال.
ولما تلبس أطماري من غير ما تستأذن؟ لو عندك اعتراض اسرح اسأله. يمكن نسى بس ما تقوليش. هيا الآن تسرح تحله هون. سهل تسرح حله. أهم شيء قرأنا هريساه قال أوه ما شاء الله مهيوب أنت اليوم مرة كشخاه. الله يكشخاك بجهنم أنت وأختك. قالت له كشخاه. أنت ما شاء الله عليك حافظ الهدي هريسة كله ها؟ وكلمتين في 3 كلمات محفظك ولا قدرت تنطق هون. أصلا يا صهير ما خارج من القلب يلامس القلب. وانت لو كنت حفظتني من قلبك كنت وش أقول ما نقتله لو يخ طبيعي سهلة ماشي اللي كله. كما اشترحت في حريرة ولونا ودقيقة ملططي ولا مليتي تراب اشترقع كفنك أنت وأختك. هذه حرير صافي ب100,000. بالله ناش 100,000 أصلا مش حافظ عليه. انت صهير ايش تقول للمخرج رجعنا بطولة الصدق؟ ده ما ينفعش. إلا ينفع أنت العاقل وكلمتك مسموعة تحاربناش أنا صهيرك. يا ابني أنا داري إن كلمتي مسموعة بس أنت ما تسكيش نعمل لك. المنتج يحب الممثل المفحفح المبسبس اللي يندي تك واحد. الإعادات هذه حرق بياس وأنت غندينا لك دور عدو ما عجبكش. عشان مع فرحان. أنت مع فرحان بنفس المشهد. ده عشان مع الكفار يركبوا لي كده من تياجو ودي يقولوا شنب أحس إن أنا من الكفار كده. يا ابني أنت من الكفار بس الكفار اللي يرحموا ما يسكوش ينطقوا مثل الكفار. يعني 3 قمار جالسين يحفظك واللي ما قلت له ويلوك واللي ما قلت له ويلوك وبالأخير ضاع الصعبة عليك. تعايرنا يا صهير. يا أنا شهادة الاختيار عشان إنك هذا الهريسة وشعلان كيف شعمل لك. يا اسرح هادي وخليه هي تنتي لك دور. طيب معي مش تسرح موبك مش صدق أنت سريع. أوه ما شاء الله هريسة منورة نجمتنا بالسماء عالي 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 فوق يا يمن السعيد. نور نورك يا عاقل ميرسي بجد. سعاد بليز فين المسكرة؟ الشخصية التاريخية ما تحتاجش مسكرة. ايوه عارفة بس احنا في الحاضر. سعاد اندي لي مسكرة جديد على حساب. ما فيش جديد لما تيجي أم ريحان. ما راح انتظر ام ريحان اديني اي وحدة. الله وكيلك الله وكيلك لو بدك هلا اسرح لشارع جمال واشتري لك حبة جديد. ثانك يو يا عاقل بجد مرة تحرجني. ثانك يو سو ماتش. بس راح تدير من حقتي. اسرح مع الكفار اسرح مع الكفار. مش وقت لي. عاقل تفهم في النحو؟ لو ما فهمش أنا بالنحو مين مش يفهم؟ أفهم أكثر من ابن عقيل اللي فسر ألفية ابن مالك. طيب هذا تنطق ليس ذنبه أو ذنبه؟ على حسب ما قبله. اللي قبله يقول لولا الخلفان لما ظهر أصحاب الأسماء المستعارة على الفيسبوك اتركوا ليس ذنبه. كيف شعرها كيف؟ هاتي شرع. الهدرة نفسه مكتوب بشكل غير صحيح. طيب يعني هي تنطق ذنبه أو ذنبه؟ إيه رأي؟ ليس أداة نافي يا تجزم ايش تجزم ما بعدها يعني تنطق ذنبه. أحب أحسها ثقيلة علي. كيف تحبي تنطقه؟ ذنبه. ذنبه. انطقيها ذنبه. سهل نتجاوز عن الضم والكسر وهذا بس انك تقليب الدال مدري الدال دال ما يجيش. معلش يا عاقل خليها تجي عشان الدلع وكده. طيب يعني لو نجيب اعترض وقال ذنبي ايش اقول له؟ قولي له يقول لك العاقل الجملة الفعلية من الفعل والفاعل المرفوع فيها بحيث الضم يضم بالمضموم إليه والمجموم بالمشبك بالمشبوك به والنتيجة فقدان أحد أدوات لوازمه. إيش هي الأداة؟ الخروف. يما لا تزعليش نفسك مش مكتوبة لي سافر معاهم. أيوة أكيد بلحقهم. اسمعي بقول لك في معانا هنا ممثلة مشهورة بخليها تعمل لك إعلان للعشار حقك عشان أنت ملكة الأمهات. بس أنا في ذا القلب حقك. أيوة انبسطي كده أنا في ذلك يا زعامة. أنا في ذلك يما. يلا حبيبي مع السلامة. نحن كفار قريش لن نتخلى عن دين آبائنا وأجدادنا
مهما كان الأمر. واللاتي والعزة. والعزة عزة دي وحيدة بنت، كل واحد معاه. الله يحفظك، الله يعزك بالموت. صح ولا لا نقي؟ صح، عزة اسم بنت، لكن قول واللاتي والعزى. واللاتي والعزة إنه من أعظم أنواع الذنوب التي لا تتغفر. يا أخي أصلا لا عاد نحلف، ابعد اليمين ذي وقول العزة وبعدها طوالي بالفتح. لو سمحت، النص عندي مقدس، ما سمحت لأي شخص يلعب فيه، لأنه ذلك يضعف التغطية. يا نجيب بركل، أنت بعت النص مني وأنا حر بالنص حكي. إن شاء الله أجعله حتى أغنية لمحمود بيكا. قدك كذا حمود بوكا صح؟ اسمع، اللي بيسمعك تقول مدري كم قدك صرفت عليا. يكفي قد لعبت تخفية البطولة وجبت لي شخص جديد يتقمص في التخفية. جماعة خلوا احنا نمشي لقصدوش ورجعنا لعندها. ها اجلس، احنا عن صورة اليوم، وأي واحد عيأخر العمل عيتحمل غرامة جنيه عيار 21. وانت يا نجيب قوم ادخل كمل حقك القفلة، إذا قفلت عليك في آخر الفيلم خلاص. هي مشي احنا في عمل ضروري تكمل القفلة. عسير، ما دام قبيني ذهب احنا جالسين. عمري ما اشتغلت كده مع طاقم أبداً. إيه ودفنا، أنا أفكر إنه ما أحطش اسمي على التتر حفاظاً على مسيرتي الفنية. مسيرتك الفنية ما قد شفت لك ولا شغل. وأنت والكل ما قد شفت لك ولا شغل ولا مسلسل ولا عمل. لأنك أعمى وشايف نفسك على الفاضي. عندي 2 مليون فولورز على الفيسبوك، أنت كم؟ أنا معي 5000 بس. الشهرة لا تقاس بعدد المتابعين. تقاس بإيش؟ بكيلومتر مثلاً؟ لا، تقاس بحب الناس. تقاس لما تدخل أي مكان هذا يصور معك سيلفي وهذا يصور تروح أي مكان أهلاً يا فنان، أهلاً يا نجم. هنا تقاس الشهرة. قد شوفني لما جيت كل الكاستنج شافوا لك. تكلتك أمش ما أغززش. اسمعوني بروفة أخيرة، أنا أمشيكم تحفظوا النص، أشيكم تعرفوا المعنى وتجيبوا كلمة إيحائية من عندكم. وأهم شيء عندي الشيء تتقمصوا الشخصية ولغة الجسد، وتسمعوا كلمة أجدادنا عندما قالوا إذا تشتوا تمثلوا فلا تمثلوا. فهمتوا؟ لا ده. إذا مثلت وأنت غاضب ضروري ما تخرج من عيونك شرر، تقارح شرر من هنيه يخرج من ظهرك. سمعتني كيف؟ ركزوا على الشرر، مش يرحلك لك عرق وبعدين يرجع عالج. الحين هن عيون ولا ولاعات؟ يا أخي ولاعة خاصة خليها ولاعة وتولع. أهم شيء تمثل أداء سوا. فهمتني؟ لا أفهمك. لا ما افتهم لنا، يعني كيف؟ لا حول ولا قوة. اسمعني، ولا أبصروا عيوني، ولا والعزة لأجعلنكم عبرة لمن اعتبر. شفت الشرر؟ شخطي ما خرجش ولا خرج حاجة، شخطي مرة ثانية، لا تكون خاسع. ولا والعزة لأجعلنك عبرة لمن اعتبر. ابصروا عيوني هنيك. العشر يكون الغزعة تحت، لأن ما خرج إنش الشرارة. شوف هين النوم. أنت حق تمثيل لا ماشي، أنتوا بتفهموا ذا الحي. تمام. باقي الموضوع الثاني، التلوين في الحوار والأداء. كلوا ما فهمتوا. يعني كيف؟ يعني هذا يعتمد على السلم الموسيقي والطبقات الصوتية. أظن قد سمعتوها. ده ما جايب أبدكم هاني، كما جاي تأخذني القرية هذا. اسمعوا، اسمعوا. بصروا كيف عدت يا أو إيه فاهمين صحمه. وبعدين اللحن الثاني طوالي دو ري مي فا صو ليا لا سي فا صو ليا لا سي. لكان دفنته الزكاة بالذهب كان أقله، كان أحسن. ما هو يعني فاصوليا لاصي؟ يا أخي دي معروف، فاصوليا إذا زودوا لها الزيت والمسمو هذا البسباس يكون لاصي، يطلع اللاصي معروف. عندي إحساس إنه الذهب هذا حرام. صدقك. إيش بيقول هذا؟ حاجة بين ذهب، دري؟ جعل لك اللاصي اسبوع من الفول والفاصوليا اللي تاكلناها هي. قتلك روح سوي لهم بروفات ولا تروح تاكلهم فاصوليا وفول. كله في مصلحة النص والفيلم يا مخرج. يلا ايه كل تصوير عند خارج ماش وقت. قولوا التنسيم فرحان زوج سكينة خد دور البطولة في الفيلم وفاز على روميو وكيلو بترة. تقول ليك مش فاضية ليك، مشغول بتوزيع جوائز للفائزين حق جروب قاه الله، لأن العدد كل يوم يزيد. ايوه عددهم يم، لكن مصلحة
عشان الفلوس، لكن جروب مسيطرات عددهم أقل لكن معاهم قضية، معاهم قضية. وروحي عاد شقولي لها تسحب الجوائز من الجروب وتشوف كيف كلهم بينسحبون وراها. وانتوا ما تلاقي هنا، يلا خوري العب برا. من الصبح اني قاعد ننظف الدار لما انقطب ظهري. كانش يما شاقس العب قليل بينما تجي سماح. نقول لك خوري العب برا ولا شفني بقوم بلعب معك بالعصا. يا رب ليه ما رزقتني ببنية كان دحين تساعدني في الدار. اما انت اهبل وفاشل كما ابوك، ما منك شي فايدة. يلا برا. يا أستاذة سكينة، شيناتي اليوم عندي كانون صاحبتي محتاجين دروس تقوية باللغة العربية. حسناً، تعالوا ويبوا معكم حق الدرس 1000 ريال لكل وحدة. شنو دي الفلوس آخر الشهر؟ ما ينفع لنهاية الشهر، نزل قرار وزاري مني شخصياً، كل درس بدرسه، واللي بغى التوفيق لازم يضحي. خلاص شكراً. خلاص، من أجل العلم سوف أوافق، دفع نهاية كل أسبوع. مع نشاش لا أسبوع ولا شهر. سمعوا، لقد ما درستوا بترسبون، وبعدين لازم تجيبون معدلات في الثانوي مشان تنجحون. و1000 ريال ما هو يم، لكن أهلكم بعدين بيعطونكم الذهب والسيارات والعدي، الفلوس يعني، وحتى المنح. والله إنهم يعطونهم شيء قد راحت للي أكبر منهم. نعمل هذا كله ببلاش. جروب تنسيم ينزل دروس خصوصية في الجروب ويعمل جوائز للطالبات المتفوقات. كذب وبهتان. لموش كذب، عادوا قبل قليل ينضم لجروب قاهي اللاهي كل طالبات أول ثانوي. تنسيم تتكاثر ولازم نوقفها عند حدها.